تنفع تجيب فلوس من مصر تصرف على نفسك هنا، مستحيل. ايه رايك في العيشه هنا؟ وفكره انا بالنسبه لي هنا فكره احساسك خايف من الفشل، يعني دي حاجه اكبر من الغربه، لانك انت جاي هنا اوريدي، انت في مصر سبت مستقبل، فانت جيت هنا لو فشلت يبقى الموضوع صعب، لان انت فشلت في حتتين. يعني تستاهل انك تبعد او كده؟ طبعا تستاهل، لان النجاح هنا حلو، بس انت معرض طول الوقت اللي انت تفشل او تنجح، بس النجاح هنا حلو يعني افضل من مصر طبعا. ايه اكبر المشاكل اللي واجهتك هنا؟ انت في سكن حاسس ان انت هتسيبه في اي وقت. اللغه بصراحه كانت مشكلتي انا شخصيا، ان انا ما دوستش في اللغه قبل ما اجي، عملت حسابي ان انا هاجي هلاقي هعرف ادوس في اللغه، لا الموضوع صعب شويه. حضرتك جاي بتدرس، بتصرف منين؟ تدفع ايجار، تدفع اكل شرب، مصاريف جامعه؟ طبعا الواحد بيحاول يشتغل شغل بارت تايم جنب دراسته، يعني مش تنفع تجيب فلوس من مصر تصرف على نفسك هنا، مستحيل. يعني حسيت بالعنصريه من الطلاينه المصريين؟ لو انت حابب تروح تاخد شقه ايجار تقريبا، لو بيعرف انت مصري حتى، يعني هو لما يعرف انت دكتور او جاي دراسه، النقطه دي برضو بتهديه شويه، ما تخلوش خايف منك. بس كذا حد قال لنا النقطه ده، قال ايجيتسيانو نو ايجيتسيانو نو، يعني مش عاوزين مصريين. انا شخصيا معاملتي مع المصريين، انت برضو في للاسف في فئه مش كويسه كتير، فبالتالي انا ساعات يعني بدي عذر الطليان لما اشوف المصريين بيتكلم شورت باسلوب وحش او يعدي نط، انا بتضايق اصلا. يعني انا بقول طب الايطاليين عندهم حق فعلا ان هم يتعاملوا معانا بعنصريه.